سنة 1998 تحديداً في شهر أكتوبر، وفي عمارة من عمارات المهندسين بيشم السكان ريحة سيئة جداً طالعة من شقة جارهم. وفي البداية محدش بيهتم، ولكن الريحة كل يوم بتزيد لدرجة لا تطاق، فبيقرر السكان إنهم يبلغوا الشرطة، واللي بيوصلوا فوراً وبيلاقوا الباب مقفول بشكل طبيعي. وقتها طبعاً الشرطة بتسأل السكان عن هوية صاحب الشقة، وبيقولوا لهم إنه شخص اسمه حمدي وبيشتغل في وظيفة سياسية سرية، ده بالإضافة إنه يملك مكتب محاماة ويعتبر عايش لوحده وملهوش أي حد، ولكن بيتردد عليه ضيوف من وقت للتاني. وبتقتحم القوى الأمنية الشقة وبتقودهم الريحة لغرفة نوم حمدي، وبيفتحوا باب غرفة النوم وبيلاقوا جثة راجل في الخمسينات مجرد تماماً من ملابسه، وإيده مربوطة بسلك كهرباء وراسه مفصولة عن جسمه، ده غير كمية الطعنات الكبيرة اللي على رقبته. وقتها بيوصل المعمل الجنائي اللي بيأكد إن كل مداخل ومخارج الشقة ما فيهاش أي آثار لعنف، وده بيأكد للشرطة إن اللي عمل كده أكيد يعرف القتيل كويس جدا. ولما بيفتشوا الشقة بيلاقوا آثار لتناول المخدرات في كل غرف الشقة، وده كان أمر مثير للشك جدا. والشكل العام للشقة كان غريب بالنسبة لأن ده مكان عايش فيه راجل لوحده، لأن الشقة فيها عدد كبير من الغرف، وكل الغرف واضح إنها مستخدمة من شكل الفرش والسراير. وبيتم نقل الجثة للمشرحة، وبيطلع التقرير إن الراجل ده اتعرض للصعق الكهربائي بالسلك اللي كان مربوط على رقبته، وإن سبب الوفاة 3 طعنات قاتلة في الرقبة، وإن تم فصل الراس عن الجسم بساطور بعد الوفاة. وتبين لهم بوضوح إن الراجل ده كان بيتناول كمية كبيرة جداً من المخدرات. وأثبت الفحص الجنائي حاجة غريبة جداً، وهي إن القتيل شخص مثلي. وطبعاً في الأثناء دي رجال الأمن بدأوا يدوروا في تاريخ الراجل ده، واكتشفوا إنه فعلاً كان شغال في جهة أمنية، ولكن تم فصله بسبب سوء سلوكه، ولكنه خوفاً على وضعه الاجتماعي معرفش حد إنه خرج من الخدمة. وعرفوا كمان إنه بيمتلك مكتب محاماة كبير ووضعه المادي أكتر من ممتاز، ولكن لما كثفوا البحث وجدوا إن المكتب مش شغال وما عندوش أي قضايا. ومع استمرار التحقيقات بيكتشفوا إن كان في راجل وزوجته عايشين معاه في نفس البيت اسمهم أمل وطاهر، وإن علاقتهم ببعض كانت غريبة جدا. وقتها طبعا رجال الأمن بيقوموا بعمليات البحث للكشف عن شخصياتهم، وبالفعل بيقدروا يوصلوا لصورهم الشخصية. وبعد يومين بتوصل معلومة لرجال الأمن إن شقة وعربية القتيل تم بيعهم بموجب توكيل لشخص ما. ولما بيدوروا بيلاقوا إنهم اتباعوا لشخص صورته في السجلات هي نفس صورة طاهر اللي هرب هو ومراته. وبكده بيتأكد رجال الأمن إن طاهر وزوجته قاموا بعملية القتل بغرض السرقة. وبعد بحث مكثف بيوصل لرجال الأمن معلومة إن طاهر ومراته في مرسى مطروح، وبيضيقوا الخناق عليهم وبيقدروا يوصلوا لمكانهم وبيتم القبض عليهم. وبعدها بتبدأ سلسلة من الاعترافات الغريبة والمثيرة للاشمئزاز. الحكاية بدأت لما طاهر الشاب المصري البسيط عجز إنه يلاقي شغل يوفر بيه حياة كريمة لأسرته. طاهر كان متزوج من أمل وعنده منها طفلين، ولد عمره 4 سنين والتاني عمره 1 سنة، وكانوا محرومين من أبسط حقوقهم في الحياة وشبه عايشين في عشة. علشان كده كانوا بيتنقلوا من وقت للتاني ما بين بيوت قرايبهم. طاهر كان بيبذل كل جهده إنه يلاقي شغل يعيش منه أسرته. ووالدة طاهر الست البسيطة كان صعبان عليها حال أحفادها وحال ابنها، فعرضت عليه فكرة إنه ينزل مصر ويقابل ابن عمها اللي بيشتغل في منصب حساس. الأم ما كانتش تعرف طبيعة شغله إيه،
ولكن كل اللي تعرفه إنه حد واصل في الدولة وممكن يساعد ابنها. وطبعاً طاهر ما كدبش خبر، وخد مراته وولاده وراح علشان يقابل حمدي بيه. وبالفعل قابله حمدي بيه في مكتبه وعرفه طاهر بنفسه، ومن أول ما دخل أظهر تعاطف معاه وقرر إنه يشغله عنده في البيت يقضيله مشاويره وطلباته. أما مراته فهتكون مسؤولة عن تنظيف البيت وترتيبه والرد على التليفونات في غيابه، وقصاد ده كله هيوفر لهم غرفة مستقلة جوه بيته بالإضافة لراتب ما كانوش يحلموا بيه. وقتها طاهر وأمل طاروا من الفرحة وأخدوا أولادهم وودوهم عند والدة أمل، ورجعوا علشان يستلموا شغلهم الجديد. وراحوا واستلموا شغلهم وفرشوا غرفتهم، وكانت فرحتهم مش سايعاهم. وتاني يوم بينزل حمدي بيه يروح مكتبه، وبيفضل طاهر وأمل علشان يرتبوا البيت. ولكن الغريب إن جرس التليفون ما بطلش رن، وكانت كلها مكالمات من رجالة وبيسألوا عن أسماء سيدات، وطريقتهم في الكلام كانت مريبة جدا. ساعتها قلقوا شوية ولكن قالوا إحنا ملناش دعوة، المهم إن إحنا لقينا شغلانة ناكل منها عيش بالحلال. وبعد ساعات قليلة بيرجع حمدي بيه للبيت وبيطلع من جيبه ورقة فيها مخدرات وبيقسمها نصين، وبيطلب من حمدي يحط له نصها في الشيشة، وبيطلب من أمل تحط النص التاني في كوباية شاي. وقتها الاتنين اترعبوا وحسوا إنهم داخلين على مصيبة، وبيدخلوا الاتنين على المطبخ، ولكن بيقرروا برضو إنهم ملهمش دعوة وإنهم لازم يحافظوا على أكل عيشهم، وبينفذوا له طلبه. وبعدها بيسألهم عن اللي حصل في غيابه وبيحكوا له عن طبيعة المكالمات اللي جت، فبيرد عليهم ويقول لهم إن ده شيء طبيعي وإنهم لازم يتعودوا على كده ويقوموا بتسجيل المكالمات اللي بتيجي وهو غايب. وطاهر كان مستغرب جداً، ولكن اللي قطع عليه اندهاشه هو إن جرس الباب بيرن، وبيفتح طاهر الباب وبيدخل الضيوف، وبيكتشف طاهر وأمل الحقيقة المرة لما بيشوفوا الضيوف، وبيعرفوا إن حمدي بيه صاحب الجاه اللي هم شايفينه ده ما هو إلا إنسان منحط مخصص شقته للأعمال المنافية للآداب. وبيدخلوا الاتنين غرفتهم جري مرعوبين من اللي هم شافوه ومش عارفين يعملوا إيه، ولكن بيقطع عليهم تفكيرهم صوت حمدي بيه وهو بينده على طاهر وبيطلب من طاهر طلب يتهزله عرش الرحمن مقابل المال. في البداية صار طاهر وبدأ يزعق، ولكن بمنتهى الهدوء بيطلع طاهر البطايق الشخصية الخاصة بطاهر وأمل، وبيهددوا إنه يقدر يلفق لهم تهم أبسطها إنهم اقتحموا شقته وسرقوا ممتلكاته. وطبعاً ثبات حمدي بيه كان مرعب، وتاريخه اللي كان يعرفه طاهر عنه كويس خلاه يترعب منه وينفذ كل طلباته. وبينتهي اليوم وبيمشي الضيوف المزعومين، وبيطلع حمدي بيه 200 جنيه وبيديهم لطاهر وأمل. والمبلغ ده في التسعينات كان يعتبر مبلغ كبير، ما كانوش يحلموا إنهم يمسكوه في إيديهم. وقعد طاهر وأمل طول الليل يفكروا في اللي حصل، وقرروا إنهم لازم يمشوا من البيت ده، ولكنهم ما بينفذوش قرارهم، ربما خوف أو طمع. وفي تاني يوم حمدي بيه أخد طاهر لمنطقة الكتكات، وهناك عرفوا على شخص غريب اسمه الدكتور، اللي بيعرف بعد كده طاهر إنه ديلر مخدرات، وبيطلب حمدي بيه من الراجل يدي كل طلباته لطاهر لأنه خلاص بقى الراجل بتاعه وهو المسؤول عن كل الطلبات والمشاوير اللي من النوع ده. واستمر الوضع على كده فترة، ولكن الأمر كان بيتطور كل يوم لما هو أسوأ، فبيقرروا أخيراً إنهم يهربوا من البيت ويسافروا بلدهم ويستخبوا هناك. ولكن ما هي إلا أيام وبيكون حمدي بيه قدامهم، وبيكرر كل تهديداته وبيهددهم إنه هيدخلهم السجن وهيوصي عليهم هناك، يعني مش هيخرجوا من السجن على رجليهم. وللأسف بيرجع طاهر وأمل معاه للبيت،
وفي يوم بيطلب حمدي بيه من طاهر إنه يروح معاه مشوار ويعمل له بطاقة باسم وعنوان جديد. وطبعاً فهم طاهر إن البطاقة المزورة دي حمدي بيه بيعملها له علشان يساعده في أعمال النصب اللي هو بيقوم بيها. فبيقرر طاهر وأمل مرة تانية إنهم يهربوا من البيت، وبيروح على بيت والدة أمل. وللأسف حمدي بيه بيوصل لهم مرة تانية وبيكرر نفس التهديدات، وبيرجعوا معاه على البيت مرة تانية، ولكن المرة دي كان معاهم ابنهم الصغير اللي عمره سنة، لأنهم ما قدروش يسيبوه لجدته أكتر من كده. وبتمر الأيام وطاهر بيبقى الدراع اليمين لحمدي بيه اللي بينفذ جميع أوامره، سواء من عمليات نصب أو شراء مخدرات أو خلافه. وبيقول طاهر إن الحياة دي ما كانتش عاجباه ولا عاجبة مراته بالرغم من الفلوس الكتير اللي كانوا بيكسبوها، ولكن حصل اللي ما كانوش يتوقعوه، وهو إن حمدي اتعلق أبوياً بابنهم اللي عمره سنة واتمنى إنه يكون عنده طفل زيه. ولأنه إنسان مريض وما بيهموش إلا رغباته، بيطلب منهم إنهم يتنازلوا عن الطفل علشان يتبناه ويكتبوا باسمه. وقتها طاهر وأمل ما قدروش يتخيلوا الفكرة دي أبداً، وقرروا إنهم يهربوا من منزل حمدي بيه لتالت مرة، إلا إن حمدي بيه وكالمعتاد بيقدر يوصل لهم وبيجبرهم إنهم يرجعوا معاه. وبالفعل بيرجعوا معاه، ولكن رجوعهم المرة دي كان مختلف عن كل مرة، وكان جواهم إصرار رهيب إن لازم الأمور دي كلها تنتهي. وفي يوم وكالمعتاد بيطلب حمدي بيه من أمل إنها تعمل له كوباية شاي وتحط له فيها حباية مخدر. وقتها بيأمرها طاهر إنها تحط له 5 حبات من المخدر. وأول ما بيشرب حمدي بيه كوباية الشاي بيغيب تماماً عن الوعي. وقتها طاهر جاب سلك كهرباء وفضل يصعق حمدي بيه، ولكن بعد شوية بيفوق وبيبدأ يقاوم. فبدأ طاهر يلف السلك حوالين إيده ورجله علشان ما يقدرش يهرب، وجاب سكينة وفضل يضربه في رقبته لغاية ما اتأكد إنه هو مات. وبعدها جاب ساطور من المطبخ وفصل راسه عن جسمه. وبعد ما خلص مهمته بدأ هو ومراته بتنظيف المكان، وبيقوموا بسرقة محتويات الشقة ومفتاح العربية وكل الأوراق الموجودة. وبالتوكيل المزور اللي كان حمدي بيه عامله لطاهر، قدر طاهر إنه يبيع كل ممتلكات حمدي لنفسه، وهرب هو ومراته على مرسى مطروح. وزي ما حكيت لكم في البداية إن الشرطة قبضت عليهم هناك، وبالرغم من إصرارهم إنهم كانوا ضحايا وإن حمدي بيه كان يستحق أكتر بكتير من اللي حصل له، إلا إن القضاء أثبت بما لا يدع أي مجال للشك إنهم قاموا بجريمة القتل بكامل إرادتهم ومع سبق الإصرار والترصد، وما قدرتش دموعهم إنها تنفي عنهم الجريمة، خاصة بعد سرقتهم لشقة وممتلكات القتيل، واتحكم عليهم بالإعدام. والجميع في القضية دي أخذ جزاؤه، سواء القاتل أو المقتول. وبكده خلصت حكايتنا. أتمنى لو عجبتكم تكتبولي في التعليقات، ولو ما عجبتكوش اكتبولي برضو. سلام.